أكد المدرب الألماني ديال الاتحاد السعودي باللي فرحان بفرقته ملي ربحت الحسم 3-2 في دوري روشن السعودي، وأشار بلي الضغط ديال الماتشات أثر على الأداء ديال اللعابة خصوصا في الشوط الثاني. وفي كلامه على الدولي المغربي وسنصيري جدد الثقة الكاملة ديالو في المهاجم المغربي، وخا الانتقادات اللي جاتو بسبب نقص التوفيق قدام الشبكة وتراجع الأهداف، وأكد بلي اللاعب عنده بلاصة مهمة في الحسابات ديال النادي. وقال المدرب الألماني بلي نصيري من بين أحسن اللعابة اللي عندي، وزاد الدولي المغربي من العناصر الأساسية اللي كيعتمد عليها بلا ما يتأثر بداك الشيء اللي كيتقال عليه في الإعلام ولا من الجماهير. وزاد المدرب بلي عدم توفيق النصيري في التسجيل ما كيعنيش بلي ما كيقدم والو، ووضح بلي المهاجم المغربي كيدير مجهود كبير فوق الملعب، وهذا الشيء كيعتبره المدرب امر مهم بالنسبه للفريق. دخل نادي جديد في السباق ديال التعاقد مع المغربي ابراهيم دياز في الانتقال الصيفي الحاليه، وجاتها التطورات المفاجئه باش تسلط الضوء من جديد على القيمه الكرويه ديال دياز اللي رجع محط اهتمام كبار الانديه الاوروبيه. وعلى حساب تقارير اعلاميه من بينها موقع في التشخيص الاسباني، اداره نادي بشكتاش زاد التحركات الجديه ديالها باش تدي خدمات المغربي ابراهيم دياز كخيار استراتيجي باش تقوي الصفوف ديال الفريق بعد ما تعثرت المفاوضات السابقه مع المصري محمد صلاح اللي اختار ينضم لفريق طرابزونسبور. ولكن المحاولات ديال النادي التركي كتصطدموا برغبه قويه من الفريق الملكي باش يحافظ على دياز، حيث كيبين المدرب البرتغالي مورينيو التمسك الواضح بالاعتماد عليه في الماتش الجايه. والتطورات كتجعل مستقبل اللاعب برغبه بشكتاش الجاده باش حسم الصفقه، وتمسك ريال مدريد به، وغيبقاو الايام القليله الجايه هما اللي غيحسموا في الوجهه النهائيه ديال النجم المغربي، واللي كيفضل انه يستمر مع النادي الملكي رغم قله الدقائق اللي كيلعبها. بدا الدولي المغربي اسماعيل السيباري كيتاقلم شويه بشويه مع الاجواء ديال الفريق الجديد بايرن ميونخ، ماشي في التدريب والماتشات فقط ولكن حتى داخل المستودع الملابس. وكشف المدرب البلجيكي كومباني على اللقب اللي كيعيطوا ليه به اصحابه والاطقم التقنيه، وقال كومباني بلي كلشي داخل نادي بافاري كيعيط للسيباري باسم ايسي، وقبل ما يشيد بالمؤهلات البدنيه والمهاريه ديال اللاعب المغربي، واكد بلي ايسي عنده قوه كبيره وسرعه وكيعرف كيفاش يكمل الهجمات مزيان. وكيواصل السيباري الخطوات الاولى ديالو مع بايرن ميونخ بعد ما انضم للفريق في الانتقالات الصيفيه جاي من ايندهوفن، وكان الدولي المغربي من اخر اللعابه اللي التحقوا بالاستعدادات بسبب المشاركه ديالو مع المنتخب المغربي في نهايه كاس العالم، وايضا الاصابه اللي كانت جاتو مع المنتخب. وسجل السيباري اول ظهور رسمي بالثوني ديال بايرن ميونخ اللي دخل بديل في الدقيقه 81 في الماتش ديال كاس السوبر الالماني، وشارك قبل منها في جوج ماتشات وديين وقدر يعطي تمريره حاسمه ضد لايبزيش في كاس تيليكوم. وكيبان بلي كومباني معول على الامكانيات اللي عند السيباري، خصوصا القوه البدنيه والسرعه ديالو والقدره باش يلعب في اكثر من مركز في الهجوم، في انتظار باش يفرض اللاعب المغربي راسو بشكل اكبر في التشكيله ديال عملاق بافاري خلال الموسم الجاي. ظهر الجناح المغربي هيثم عبيده كاسم جديد في الدوري الاسباني الليغا، ملي دار اول خطوات الرسميه بالتوني ديال مالاغا في الماتش اللي جمع الفرقه الاندلسيه مع ديبورتيفو لا كورونيا، واللي سلب تعادل ايجابي هدف لمثله. وهذه المحطه عندها اهميه كبيره، خصوصا ان جات من بعد العوده ديال مالاغا الليغا بعد غياب دام ل8 ديال السنوات من بعد ما حقق بطاقه الصعود في الملحق الفاصل في ختام الموسم. عبيده دخل الملعب في الدقيقه 72 باش ينهي فتره الانتظار اللي كانت عنده في الجوله الافتتاحيه قدام اتلتيكو مدريد، وجات هذه المشاركه كمكافاه للاعب المغربي اللي درج فيها السنين الفرقه الاندلسيه وتغلب على مشاكل صحيه صعيبه من بينها الاصابه الخايبه في الرباط الصليبي. واخا عبيده كان سبق لي يشارك مع الفرقه الاولى منافسات كاس الملك والدوري الدرجه الثانيه في 2021، الا ان الظهور ديال اللاعب المغربي الاخير كيتعتبر ميلاد حقيقي للمسيره الاحترافيه ديالو في المستوى العالي باش يمهد الطريق لتثبيت المكانه ديالو في اعلى درجات الكره الاسبانيه. رجع المستقبل ديال الدولي المغربي نصر مزراوي للواجهه بقوه في الساعات الاخرى بعد ما كشفت تقارير انجليزيه بلي اللاعب يقدر يكون منفتح على فكره الخروج من اليونايتد والانتقال لميلان، فين باغي المدرب البرتغالي روبن اموريم يخدم معاه مره اخرى. وجات هذه الهضره بعد الاخبار اللي قالت بلي مزراوي بدل وكيل الاعمال ديالو في الانتقالات الصيفيه، وهذه الخطوه زادت من التكهنات حول امكانيه البحث ديال الدولي المغربي على تحدي جديد. وعلى حسب التقارير مزراوي كيشوف فكره الانتقال لميلان مزيانه، خصوصا وان النادي الايطالي فرقه كبيره بالاضافه للوجود ديال المدرب اموريم اللي يقدر يكون عامل مهم في القرار ديال اللاعب المغربي. وكيعرف المدرب البرتغالي الامكانيه ديال مزراوي مزيان بعد ما سبق لي اعتمد عليه في الفتره اللي خدموا بجوج في يونايتد. ونقاط القوه الكبيره ديال المدافع المغربي كاينه في التعدد ديال المراكز اللي يقدر يلعب فيها، حيت كيقدر يلعب كظهير ايمن ولا ايسر وحتى في قلب الدفاع، وهذا الشيء كيخليه لاعب مناسب للافكار التكتيكيه ديال المدرب البرتغالي. ولكن الصفقه غتكون صعيبه باش تكمل، خصوصا مع اقتراب نهايه الانتقالات، ويونايتد ما باغيش تفرط في لاعب كيسد بزاف ديال المراكز في الدفاع، خصوصا في ظل الحاجه ديال الفرقه الخيار الدفاعيه اكثر. مزراوي مازال مرتبط بعقد مع النادي الانجليزي حتى العام 2028، وهذا الشيء كيعطي الاداره ديال الفريق الانجليزي موقف قوي في اي مفاوضات، كما ان الرحيل ديالو غيفرض على الفرقه تقلب على بديل يقدر يدير نفس الادوار. وكيزيد التمسك ديال يونايتد بالمغربي في ظل الاستمرار في البحث على ظهير ايسر جديد، حيث مزراوي يقدر يغطي هذا المركز عند الحاجه،
ولا يعوض اللاعب لوكشو، وهادشي كيخلي الرحيل ديالو بلا ما يجيبوا بديل امر صعيب في هذه المرحله. وبين الرغبه ديال ميلان والتمسك ديال يونايتد بالخدمات ديال اللاعب المغربي، غيبقى هذا الملف مفتوح حتى اللحظات الاخرى من الميركاتو. دوز اللاعب المغربي منصف زكري نهار الاثنين الفحوصات الطبيه بنجاح مع فرقته الجديده سبورتي لشبونه، في انتظار باش يوقع العقد اليوم ويقدمه للصحافه قبل ما يبدا التدريب الرسمي مع الفريق. وكان منصف وصل لشبونه نهار الحد اللي فات بعد ما اتفقوا الاطراف على شروط التعاقد بصفقه كتوصل تقريبا ل 4 مليون يورو. وغيوقع اللاعب منصف عقد طويل الامد حتى العام 2031 في صفقه فيها المتغيرات والحوافز وفيها شرط جزائي ضخم باش يحصنوا اللاعب في المستقبل. وجات هذه الخطوه باش تقوي مركز ظهير ايسر لسبورتي لشبونه بعد ما مشى اللاعب ريكاردو المنظر الايطالي، حيت كيشوفوا الاداره بلي زكري مشروع لاعب واعد للمستقبل. وكان منصف كبر في الفئات السنيه ديال ميشلين حتى الفرقه الاولى، وكان في قائمه المنتخب الوطني اللي دات كاس افريقيا على اقل من 17 سنه، وتم الاختيار ديالو في التشكيله المثاليه ديال البطوله. اكد الصحفي الفارو برافو بلي نادي سيلتا فيغو كيوجد راسو باش يعلن على التعاقد مع المغربي صهيب دريوش في الساعات الجايه، ومن المنتظر باش يوقع دريوش عقد كيساري في 2030 بصفقه القيمه ديالها بين 6 و8 ملايين يورو. وجات التحركات بعد ما تعكسات المفاوضات ديال اللاعب مع نادي رانجرز، وكان الغياب ديال صهيب دريوش على قائمه اندوف الاخيره مؤشر قوي بلي الخروج ديالو قرب، وباقي ليه غير الفحوصات الطبيه الروتينيه قبل ما يعلنوا رسميا الانضمام ديالو للفريق سيلتا فيغو. مازال المستقبل ديال وائل شديره فيه بزاف ديال الشكوك في الايام الاخرى ديال الميركاتو بعد ما تعطرت المفاوضات اللي كانت بين فريق فروزينون الايطالي ونابولي في الوقت اللي دخلت فيه فرق اخرى على الخط باش تتعاقد مع المهاجم ديال النادي الايطالي. وعلى حسب تقارير شبكه سكاي سبورت ايطاليا مفاوضات بين شديره وفروزينوني واقفه حاليا بلا ما يسجلوا اي تقدم ملموس اللي يخلي الفريقين يقربوا لاتفاق نهائي. هذا الجمود قدر يحل الباب قدام فريق مونزا باش يرجع السباق ديال التعاقد مع المهاجم المغربي بعد ما سبق بين الاهتمام ديالو بالخدمات ديال اللاعب المغربي في انتظار شنو غيوقع في الساعات الجايه. ولكن التطور الابرز هو الدخول ديال فريق ريزي سبورت تركي على الخط، حيث باغيه تجيب شديره باش تقوي الخط الهجومي وتنافس على اهداف كبيره في الدوري التركي الممتاز. وكيبان بلا عرض تركي يقدر يشكل منافسه حقيقيه للفرق الايطاليه، خصوصا وان ريزي سبور قدم للاعب حسب المصدر عرض مالي احسن من المقترحات اللي جاتهم الانديه الايطاليه. من الجهه ديالو بين نابولي استعداد باش يتخلى على العقد ديال اللاعب المغربي، وهذا الشيء كيعني بالقرار النهائي غيعتمد بشكل كبير على الوجهه اللي غيفضلها شديره وبين البقاء في ايطاليا عن طريق مونزا ولا فروزينوني. وخاو تجربه جديده في تركيا مع ريزي سبور كيلقى المهاجم المغربي راسو قدام قرار مهم بالنسبه للمرحله الجايه في المسيره الكرويه ديالو.